محمد صلاح هو خير من يروج ويعمل الدعاية اللازمة للمتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه كما هو أعلن في نوفمبر القادم. هذا الحدث الكبير محتاج بالفعل إلى يعني رجل دولي كبير مثل محمد صلاح الذي اشتهر بأنه الفرعون المصري، يعني حتى ربط اسمه بالفرعون المصري نسبة إلى الفراعنة المصريين. عندما جاء الترويج للمتحف المصري وجدنا أن بجانب صلاح ميسي، وهذا انتقده العديد ومنهم المهندس نجيب ساويرس الذي يعني ربما لا نتفق معه في كثير أو في بعض ما يروج له أو يقوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الجزئية نحن نؤيده فيها لأن صلاح ليس بالقليل أو لا، يعني أنه يستطيع أن يروج بالفعل المتحف المصري. هو في حد ذاته وجوده هو ترويج للمتحف المصري الكبير، وهو ابن مصر وأولى بالترويج لهذا الحدث الكبير. ليس هذا تقليل من ميسي، ولكن يعني عندنا الفرعون المصري من يمثل مصر ومن يطلق عليه فرعون مصر أو الفرعون المصري عفوا. فهذا هو يعني خير دعاية وخير ما يعني يمكن أن نستخدمه، وهو ابن مصر البار الذي لا يتوانى لحظة عن مساندة مصر.